لو اخدت الديفرنس ما بين البوينت دي ودي على الواي اللي هي واي 2 ناقص واي 1، لو فرضت ان دهيت واي 2 والبوينت ديت واي 1، واخدت ديفرنس على الاكس، فانا هفرض هنا ان دي اكس 2 ودي اكس 1، وقسمت الاتنين دول على بعض، انا كده بحصل على السلوب. فانت دلوقتي بقى تقدر ان انت تتخيلها لو اللاين بتاعي واخد السلوب النيجاتيف اللي هو الناحية التانية، بمنتهى البساطة لو برضو باخد سمول ديفرنس بالشكل ده، دايما الفاليو اللي هي اكبر على الاكس هي الاكس 2، يعني دي البوينت اكس 2 ودي البوينت اللي عندها اكس 1. فانا دلوقتي عندي هنا اكس 2، فانت دلوقتي لو جبت واي 2 ناقص واي 1، فاللي هيحصل ان انت هتلاقي ان الفاليو بتاعت واي 2 اكشلي اقل من الفاليو بتاعت واي 1، ولذلك اللي هيطلع فوق هنا هيكون نيجاتيف، وتحت اكس 2 ناقص اكس 1، فبالتالي نيجاتيف على بوزيتيف هيديك نيجاتيف، وعشان كده السلوب بتاعي ده بيكون نيجاتيف. ولذلك عايزك بقى تفكر اول لما تشوف لاين تقدر ان انت تفكر في السلوب بتاعه على طول، لان انت لو فكرت في لاين عامل زي كده مثلا فهتلاقي ان هو بيتشينج بسرعه قوي في الواي، فلو اخدت تريانجل بالمنظر ده هلاقي السمول تشينج في الاكس في كورسبوندينج تشينج كبير على الواي، فالدلتا واي اوفر دلتا اكس حتى من غير ما احسبها واشوف البوينتس اصلا انا متوقع ان السلوب بتاع ده هيكون كبير جدا، متوقع ان السلوب بتاع ده هيكون اصغر، متوقع ان السلوب بتاع ده هيكون زيرو، لان الدلتا واي هتساوي زيرو، مفيش تشينج على الواي، فلو اخدت 2 بوينتس زياده الاكس ملهاش اي زياده على الواي، وبالتالي السلوب بتاع ده هيكون زيرو، وده مثلا هيكون نيجاتيف وده نيجاتيف اكتر.